فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقلنا إن الأمة الوسط هي التي فيها الخير والعدل والحق. وقول الحق سبحانه: لتكونوا شهداء على الناس، يفيد أن الناس سيضطربون في أمر أقضية الحياة اضطرابا يقضي إلى التناقض والتعارض بين أطرافها، وسيرجع كل واحد من الطرفين المتعارضين أو المتناقضين إلى منطق قضية الإيمان الحق الذي جاء به الإسلام، فهم سيصيرون إلى ما رآه الإسلام إن لم يكن دينا يتقربون به إلى الله، فعلى الأقل يجعلونه نظاما يستقبلون به أقضية الحياة. وقلنا إن في قوله سبحانه وتعالى شهداء على الناس يدل بعلى هذه على الاستعلاء، وأنها الأمة المستعلية التي يتطلب العالم كله شهادتها لصالحه. ولكن يجب أن تلاحظ هذه الأمة أنه ليس لها طلاقة أن تشهد إلا من باطن ما شهد به رسول الله، فليس لها أن تتخذ سلطة زمنية كما اتخذت اليهود لنفسها سلطة زمنية، وادعوا أنهم يتكلمون عن الله وإنما يتكلمون عن أهوائهم ومصالحهم الذاتية. فينبه هذه الأمة ألا تتخلى عن منهجها من باطن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لهم: إن ذكرتم استعلاءكم بأنكم شهداء على الناس فاذكروا جيدا أن رسول الله شهيد عليكم، حتى يمكن أن يرد كل شيء إلى ما رآه رسول الله بالقرآن وبسنته الشريفة. وبعد ذلك يقول الحق في علة تحويل القبلة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني التحول، إلا لنعلم من يتبع الرسول انقيادا لما جاء من الله ممن ينقلب على عقبيه. ويقال فلان انقلب على عقبيه، يعني جعل وجهة أدباره وجهة وجهه، ارتد على عقبه، نكص على عقبيه. من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فكأن أمر تحويل القبلة سيحدث هزة عنيفة حتى في المسلمين أنفسهم، فيعلم الله من يتبع الرسول أي من يظل متبعا له، لأن فيه فرق بين تبع واتبع. تبع يعني ولو مرة، إنما اتبع كأنه والى الاتباع. فكأن تحويل القبلة جعله الله ابتلاء ليعلم من يتابع بعد التحويل رسول الله كما تبعه قبل التحويل. قول الحق في كل آية ليعلم، كما قلنا: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وليعلم هنا كأن الله لا يعلم وابتلى بذلك التحويل ليعلم، دي نريد لها ايه؟ وقفة. أما علم الله فحاصل سواء ابتلى الناس أو لم قبل الابتلاء يعلم الحق بأزلية علمه أن التحويل سيحصل منه كذا وكذا وكذا، وهذا يتبع وذلك لا يتبع، إلا أن ذلك سبق علم الأزل لا يكون حجة على من يفعل، وإلا أيجازي الله على علمه الأزلي
ولم يعرض المعلومة للواقع ليعلم أهو حصل منه أو لم يحصل، يبقى إذا ليعلم علم الجزاء والابتلاء أو العلم الذي يؤيده واقع المبتلى، حتى لا يقول المبتلى لا يحكم الله علي بعلمي، كان يبتلي بعلمه، كان إن ابتلاني سيحصل مني كذا وكذا وكذا، نقول له وقد ابتلاك ووقع منك كذا وكذا وكذا. إذا ففيه فرق بين أن يعلم الله ما سيكون وبين أن يقع ما كان علمه فصار واقعا. فهو علم أنه سيكون، ثم يجيء علم آخر بأنه وقع، أنه حدث ما علمه، وحدوث ما علمه هو الذي يترتب عليه الثواب ويترتب عليه العقاب. وأيضا فاذكروا أننا قلنا سابقا أن قضية الإيمان حين يوجد رسول يبلغ عن الله ومتبعون للرسول آمنوا به تصبح هناك الوحدة الإيمانية، فلا فصل بين الله ورسوله والمؤمنين به، كلها ولذلك من يطع الرسول فقد أطاع وحده، مش دي له كذا ولا لا، أبدا وحده كلها الله والمبلغ عنه وهو الرسول والمتبعون للمبلغ عنه وهم المؤمنون به. ازاي بقى؟ ألم يقل الله في كتابه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ إذا الوحدة الإيمانية كلها الله يرى ويعلم، ولكن علمه غيبي، ولكن الله يريد العلم الإبرازي المادي الذي يراه رسول الله ويعلمه ويراه المؤمنون. فهب أن الله علم أزلا أنه سيحدث، بقي أن يعلم الرسول ما يحدث بالفعل، وبقي أن يعلم المؤمنون ما يحدث بالفعل. إذا ليعلم يبقى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه، نعلم اللي هم مين؟ الوحدة الإيمانية، الحق وقد علم أزلا، ولكن علمه من رحمة الله لم يرتب عليه حكم جزاء، وإنما يرتب حكم الجزاء على أن يقع. لأنني قلت وضربت مثل مرة، قلت هبوا أن مثلا عميدا للكلية سئل أن يصنع اختبارا للطلاب ليعطي مكافأة وردت للكلية، فيقول للأستاذ ضع الأسئلة وامتحن، فيقول الأستاذ لا داعي إلى أسئلة وإلى امتحان، فإنني أعلم طلابي وأرتبهم ترتيبا على حسب منطقهم العلمي. يقوم العميد لا يقبل هذا، لجوازه أن يرتبهم على مقتضى ما علم، فيأتي واحد يقول لا أنا جئت في آخر العام وجئت بمدرسين خصوصيين واجتهدت، فالتقدير الذي قدره عني أولا ليس، يأتي فيصنع امتحان بالفعل. فإن كان الأستاذ الذي قال أولا دقيقا في حساباته التقديرية ونزيها وعادلا، فستأتي الامتحانات مطابقة وتكون حجة على الممتحن أو لا تكون. إنما هبه قال الأول بعلمه ولم يقع، أتكون حجة على الممتحن؟ إذن وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم علم إبراز واقع، حتى لا نحكم في الجزاء ثوابا وعقابا على مقتضى العلم دون واقع المبتلى، أو ليعلم رسول الله واقعا، أو ليعلم رسول الله ويعلم المؤمنون واقعا. هب أن الله يعلم وستأتي الأمور على وفق علمه، ولكن رسوله لا يعلم إلا بالواقع، والمؤمنون لا يعلمون إلا بالواقع. إذن فكلما جاءتك آية فيها هذه الشبهة فافهم أن هناك فرق بين أن يعلم الله ما سيقع وأن يعلمه واقعا بالفعل، يعلمه واقعا بالفعل، والثواب
والعقاب رتبه الحق رأفة ورحمة على الواقع بالفعل لا على العلم، لأن العلم يجوز أن يدعي يقول لك لا لو ابتليتني وامتحيتني لحصل مني كذا وكذا، تقول له لا حصل هو وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يعني عملية الابتلاء عملية شاقة، لأن المؤمنين الذين ألفوا الكعبة ويعلمون أنها بيت إبراهيم ويعلمون كذا ثم يرون أنفسهم في جدل وخصام مع اليهود ومع ذلك يتوجهون إلى قبلة اليهود وهي بيت المقدس، عملية شاقة على النفس. ولكن الإنسان الذي يتبع لا يطيره هذه المشقة، لأنه برصيد الإيمان بالمكلف يقبل على التكليف وإن كان شاقا على نفسه، ولذلك سمي تكليفا، سمي يعني يكلفك شيئا لا يأتي على مقتضى هواك وعلى مقتضى ما تحب، قد يأتي على غير ايه، على غير ما تحب. يبقى إذن وإنها لكبيرة إلا على الإيه؟ وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الذي هداه الله ينطلق في كل أعماله عن أمر الله، ولا يجعل للمأمور به من الله حسابا في ترجيحه أمر على أمر، لأن المراد بالدين الطاعة لمن آمنت به، والطاعة لا تتجلى إلا في أن تسلم زمامك لافعل ولا إيه ولا فالذين هدى الله هم الذين تكون على قلوبهم إيه هينة، والذين ينظرون إلى علة الأشياء هم الذين يتعبون. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. لم يترك المشككون في الإسلام ولا المتربصون به الدوائر قضية تحويل القبلة دي تمر، بل قالوا إن كانت القبلة هي الكعبة فلقد ضاعت صلاتكم أيام اتجهتم إلى بيت المقدس، وإن كانت القبلة بيت المقدس فستضيع صلاتكم بعد ذلك إلى النهاية. فكأنهم حكموا أن القبلة واحدة. نقول لهم لا تعزلوا الحكم عن زمن الحكم، لا تعزيل الحكم عن زمن الحكم. قبلة بيت المقدس في زمنها هي أولى من التوجه إلى الكعبة. فحين ينتهي بيت المقدس لا نقول إن بيت المقدس إحنا الكعبة خدتكم منه، لا ما خدتكوش، لأن بيت المقدس أخذ زمنه المقدور لعمره معكم، والكعبة أخذت زمنها المقدور لعمرها معكم. فيبقى هذه لا اعتدت على هذه ولا هذه اعتدت ايه على هذه. وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأن أناسا ماتوا قبل أن يتحولوا إلى الكعبة، فقعدوا برضو يشككوا يقول لك واللي ماتوا بقى وصلاتهم إلى بيت المقدس ما مش نافع أعمالهم. قال وما كان الله ليضيع ايه ليضيع إيمانكم يعني ايه الذي ثبتتم عليه في التحويل الأول، خدت بالك، وتأخذون جزاءه، لأن الكعبة لم تأخذ وقت بيت المقدس كما أن بيت المقدس لم يأخذ وقت الإيه الكعبة، بل كل شيء مرهون بإيه مرهون بزمنه، فلا تعزلوا الحكم عن زمنه. وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أيضيع الله إيمانكم به والتزامكم لمنهجه في افعل وفي لا تفعل وهو رب رؤوف ورحيم. رأفة ورحمة. الرأفة أن توجد المشقة بالفعل فيخلصنا الله منه، والرحمة أن لا يوقعنا في المشقة. اذكروا جيدا قديما قلنا فيه شفاء ورحمة، وهي رحمة وإيه وشفاء. الشفاء أن يوجد داء وبعد ذلك يشفيني الله به، لكن الرحمة أن لا يجيء الداء من أول الأمر. الحمد لله. يبقى فيه رأفة وفيه إيه فكأن الرأفة يقع بلاء ويرفعه الله، والإيه والرحمة أن يمنع البلاء.
انظروا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء. نحن نعرف ان قد للتحقيق، ساعة ما تقول قد يبقى يعني بدك تحقق ايه؟ الشيء. ونرى فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الحدث في الزمن التكلم او في الايه؟ في المستقبل. ان كان ماضي يبقى رأى، يبقى اذا الفعل بالنسبة للزمن ان كان الحدث قد حدث قبل ان تقول تبقى تجيب الفعل الماضي. ساعة تقول تجيب فعل مضارع صالح للحال والايه، وفي قرائن تخليه للحال وتخلي قرائن تخليه للايه، الاستقبال. سيكون كذا يبقى دي الايه، اعجبني ان تأكل مهذبا يبقى دلوقتي في الحال، يبقى القرائن هي اللي ايه. ساعة ترى قد وقعت وبعدها ماض افهم انها للتحقيق. وإن وجدت بعدها مضارع، ما دام مضارع صالح للحال والاستقبال يبقى ما نقدرش نحقق لأنه يمكن ما يحصلش في المستقبل. يبقى مرة تجي للتقليل، أنت من السياق تستطيع أن تأخذها أهي في المضارع للتحقيق ولا للتقليل. أنت بتقول إيه؟ قد ينجح المجد، ولما تقول قد ينجح الكسول، قد تسبق العرجاء. الله، يبقى تخدت منها الايه. فاذا وجد فعل يحتمل ذلك ويحتمل ذلك، نشوف السياق من جانب اخر. الحق سبحانه وتعالى يعطينا صورة انفعالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انه كان يحب ويشتاق ان يتجه الى الكعبة بدل بيت المقدس. فالحق سبحانه وتعالى يقول قد نرى تقلب وجهك. طيب تقلب الوجه ده هو بيقول قد نرى، يبقى هي اصلها قد رأينا تقلب وجهك. قد رأينا تقلب وجهك، بدليل اننا عطفنا على هذا التقلب. ومعنى التقلب التحول، مش كده؟ ليه التحول ده؟ لأن رسول الله عود أن يأتيه الوحي من علو، فكأن رسول الله يتجه ببصره إلى مكان إتيان الوحي، وذلك لا يتأتى إلا إذا كان قلبه مرتبطا بأن يأتيه الوحي بتغيير القبلة. فكأن هذا أمر شغله، ويظل مع أن الوحي ساعة كان يأتي يبقى له صلصلة كصلصلة الجرس، ولكن رسول الله يريد أن يعجل لنفسه البشرى بأنه قبل ما يصلصل الجرس يعرف أنه وحي، يبقى متعلق ومتلهف وإيه ومتشوف. انظر إلى نفسك حين تتشوف إلى مجيء قادم، كلما رأيت شبح من بعيد خيل إليك أنه هو، وتستشرف وتقوم الله. ليه ده؟ شدة الاشتياق، شدة الاشتياق. فالحق سبحانه وتعالى ما بيقولش أنا برا دلوقتي، قال لك لا، أنا قد رأينا تقلب وجهك في السماء. طب لماذا عدل وقال نرى؟ قال لك لأنها لم تقع وتنتهي، بل ظلت العملية مكررة، فكأنه ارتباط عاطفي لم ينتهي، ليست هبة عاطفية ثم انتهت، لا، قد رأينا ونرى الآن برضو ما انقطعتش، مستمرة. ولذلك قلنا فعل المضارع يأتي عشان استحضار الصورة، استحضار الايه؟ الصورة اللي حدثت. احنا قلنا ايه؟ انزل من السماء ماء فتصبح الارض، هي فاصبحت الارض مخضرة، انما بده يخلي لك العملية اكنها في وقتها كده. يبقى قد نرى تقلب وجهك في الايه؟ في السماء. عرفنا لماذا تقلب وجهه في الايه؟
في السماء جهة العلو لأنها إيه؟ مجيء الوحي من جهتها. وقد نرى معناها قد إيه؟ قد رأينا. ويبقى هنا للتحقيق ولا لا؟ تبقى هنا للإيه؟ تقلب وجهك في الإيه؟ نيجي نقول له الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يتطلع إلى حكم جديد في صحبة حكم قائم؟ مش الأمر بالتوجه إلى بيت القائم، كيف يتطلع إلى حكم جديد في عمر حكم قائم، في مدة ولاية حكم إيه؟ كأن الولاية القائمة للحكم هي إيه؟ قبلية بيت المقدس. فكيف يتطلع الرسول في عمر قبلة بيت المقدس إلى قبلة أخرى؟ نقول له انت قلنا ان فيه فرق بين ان يأتي الحكم موافقا للعاطفة، عاطفته كده هو مؤمن بك ومتجه، ولا هو هل امتنع عن ان يتوجه الى بيت المقدس؟ ده بالعكس، كل ما تكون عواطفه في حتة وتنفيذه للحكم في حتة تانية ده على ان الحكم اقوى من العاطفة. الحكم ايه؟ اقوى من العاطفة. يبقى كلمة قد نرى بده يديلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كانت عاطفته الى الكعبة لانها هي قبلة مين؟ ابراهيم واول بيت والحيثيات دي كلها، ومع ذلك كان متجه لايه؟ لبيت المقدس. يبقى دي شهادة لمين؟ شهادة للرسول أن عواطفه لم تؤثر فيما صدق الحكم ونفذ. ولذلك ستجد مبادرة الحق في إرضاء عاطفته وتكريم استقامته على المنهج. يأتي حكم التحويل ليس في صلاة، ليس في فراغ من صلاة، بل يأتي وهو يصلي. الله فيصلي هنا ركعتين وبعدين يؤمر بالتحول فيصلي ركعتين، مما يدل على أن الوحدة القبلية قائمة، لأن الأمر في كلتيهما لله، لبيت المقدس لله وللكعبة لله، فالأمر واحد فالصلاة واحدة. الصلاة واحدة. الله يفتح عليك. فلنولينك قبلة ترضاها. وهل القبلة التي كانت موجودة ما كانش راضيه؟ يعني ترضاها، تحبها بعاطفتك، تحبها بعاطفتك. واحنا قلنا فيه فرق بين حب العاطفة وحب مين؟ وحب العقل. وحيث ما كنتم، ولذلك اللي ياخدوها يقول لك هو ايه؟ اكن النبي ما كانش راضي بالله، ما كانش نقول له لا، نقول له إقامته على توجهه إلى بيت المقدس مع وجود عاطفته إلى الكعبة يدل على إيه؟ طاعة والالتزام. فلنولينك قبلة ترضاها أي بعاطفتك. وكأن الحق سبحانه وتعالى هيأ لأمر التحويل وميلاده بتطلع رسول الله إلى التغيير، بتطلع رسول الله إلى إيه؟ شو التهيئة بقى؟ أكن المسألة ما فاجأتش، هي فاجأت أولا وفي الثانية ما فاجأتش. فكأن عواطف الرسول صلى الله عليه وسلم اتجهت لتصنع مقدمات وإيناس إلى مين؟ رسول الله إلى إيناس إلى التحويل. وما دام الأمر كذلك فول وجهك شطر المسجد الحرام. المراد بالوجه هو الذات كلها، المراد بالوجه هو الذات ايه؟ كلها. كلمة شطر العلماء حينما جاءوا ليفهمون معناها قال لك الشطر نصف الشيء، نصفه، والشطر الجهة. يظن كثير من الناس ان العلماء مختلفين، ابدا مفيش اختلاف ابدا. الشطر هو نصف الشيء والشطر هو الجهة ومع فيهما التقاء. ليه؟
كل انسان منا حين يوجد في اي مكان من الامكنه يصبح مركزا لدائره تنتهي بشيء اسمه الافق. اقف كده تقول الافق هو ايه؟ انطباق يخيل لك ان السماء انطبقت على الارض. خلاص؟ لما يخيل لك ان السماء انطبقت على الارض تبقى انت يا رائي مركز لدائره نصف قطرها من كل اتجاه مقدار مد بصرك الى الافق ومتساويه كده. يبقى كل انسان منا بيبقى له دايره على حسب نظره، فان ارتفع واحد منا يقوم الدايره ايه؟ توسع. الصغير واللي نظره ضعيف يبقى افقه ايه؟ ولذلك يقال في العبارات الشائعه فلان ضيق الافق. مش كده؟ فلان ايه؟ يعني ايه ضيق الافق؟ معنى ضيق الافق يعني نظره على قده بصيرته على قده افقه ضيق. الله. اذا فكل واحد يرى، كل واحد منا ما فيش دايره تشملنا انا وانت، هتتداخل الدوائر. يعني انا اذا وقفت كده هيبقى في حواليا دايره ومتساويه تمام، واللي بعد ده هو يبقى له دايره على حسب برضه نظره، والتاني دايره يقوم الدوائر هتتداخل، وكل واحد ياخد دايره من الافق على قد ايه؟ على قد بصره. يبقى امسك واحد، هات واحد بقى وخليه يقف كده وينظر الى الايه؟ الى الوجه المقابل له، يجد نصف الدائره قدامه ونصف الدائره خلفه. يبقى اللي بيقول الشطر هو النصف لانه هو كده، والشطر هو الجهه لاني متجه انا الى النص. لو اتلفت كده يبقى المتجه بتاع النص بتاع يبقى مش ما في اختلاف، ما فيش ايه؟ ويبقوا متفقين ولا لا؟ اذا لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فولي وجهك شطر المسجد، ولي وجهك شطر، اجعل وجهك جهة البيت الحرام. يبقى اجعله في النصف اللي ايه؟ اللي قدام. اجعله في النصف اللي قدام منه. كلام كده يبقى متجهك يعني. فولي وجهك شطر المسجد. مسجد قال لك احنا قلنا ان كان زمان ما يمكنش يتعبد الا في مكان خاص، الى ان جاءت امه محمد صلى الله عليه وسلم فجعل الله لها الايه؟ الارض كلها ايه؟ مسجد. يبقى المسجد هو ايه؟ لما تاخده في عمومه تاخد على انه مكان السجود، ونظرا لان السجود هو منتهى الخضوع في الصلاه فسمينا المكان اللي بنصلي فيه ايه؟ مسجد. يبقى اسمه مكان لمنتهى الخضوع وهو السجود لله، ده اسمه ايه؟ مسجد. اذكروا جيدا اننا قلنا ان هناك فارق بين مسجدية تزول بسجودك الى ان تنشئها من جديد. يعني صلينا هنا، هب اننا في مكان اخر وصلينا، يبقى ده مكان للايه؟ للسجود. اي حته تبقى مكان للسجود، لكن هناك فارق بين مكان تحصره من الكون وتجعله قاصرا على هذه العمليه، تجعله ايه؟ قاصر على هذه العمليه بحيث لا تزاول فيه شيئا ايه؟ المكان الاخر اللي هو الارض مسجدا تسجد فيه وتقضي فيه حركه حياتك، لكن دي ليس له الا ايه؟ يبقى انت خدت مكان من الارض وحيزته، حكرته على الايه؟ على المسجديه. تبقى المسجد دي ساعات يبقى ايه؟ مسجد مكان لايه؟ مكان للسجود، وهو وان لم يوجد فيه انسان يسجد سميه مسجد لانه اعد لهذا. اما المكان الاخر لا يسمى مسجد الا ساعه ما تسجد فيه. وقلنا ان الكعبه زمان قلنا انها بيت الله باختيار الله، وجميع مساجد الارض بيوت الله باختيار خلق الله، مش كده؟ ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله.
كلام منطقي ولا لا؟ منطقي، كلام منطقي، ما شاء مفيش الله. فيه اي حاجه. ما شاء الله. انتهت المساله. هنا كلمه المسجد الحرام يعني المكان الذي حكر على المسجديه، اللي الكعبه بتبقى في ايه؟ في وسطه. اهي قول الله فول وجهك شطر اي جهه المسجد الحرام، هذا دليل من قال ان الاتجاه للكعبه يبقى لجهتها بس مش لعينها. يعني ايه؟ لان الكعبه اذا كان طول بتاعها مثلا في ضلع مثلا 11 و75 سم، ضلع 12، ضلع 12 وربع مثلا، يبقى اقصى ما يمكن ان توجد استقامه لمصلين. اطول كده استقامه تبقى ايه هي؟ على طول الضلع. وبعدين هذه كعبه، هنا 12، هنا 11 متر، هنا كذا. اقصى ما يمكن ان يستقيم هنا في ضلع يبقى 12 ايه متر، وبعدين يبقى لازم ايه ينحني. هل نحن اذا صلينا في مسجد طوله 100 متر بناخد استقامة بس 12 متر وبعدين بنعوج؟ امال بنعمل ايه؟ على استقامة ولو كان المسجد 1000 متر. يبقى انت بتجعل المسجد متجهك، المسجد متجهك مش الكعبة. اذا فالذي يصلي في المسجد قبلته الكعبة، لأنه شايفها اهو، ولذلك هتلاقي الصفوف ايه؟ ملتفة حواليه. والذي يصلي خارج المسجد قبلته المسجد، والذي يصلي في كل أطراف الدنيا قبلته الجهة. قبلته الايه؟ قبلته الجهة. يبقى مرة يكون القبلة الايه؟ الكعبة، ومرة يكون القبلة الايه؟ ده اوسع شوية. ومرة تكون القبلة الجهة بس، الجهة بس. الكرسي ده مثال، هنفرض ان دي قطر الايه؟ الكعبة. يبقى الذي يتجه اليه فقط 3 هم بس، والباقي لازم كان يعمل ايه؟ يلف كده. ده اذا كان يريد ان يتجه الى عين الكعبة، يبقى اللي شايفها لازم ايه؟ يتجه الى عين الكعبة. نيجي لدهون نقول له ما تصليش كده، تعال بقى كده، انت كده واللي خارج نقول له روح للمسجد. واللي في الافاق دي كلها نقول له بقى لا ما تعوجش صفك عشان تقول ده الكعبة ما فيهاش استقامة الا طول 12 متر او 12 وربع. نقول له ولو بلغ الطول يفضل الصف ايه؟ الصف عدل. ليه؟ لاننا الجهة بقى خدنا الايه؟ يبقى لمن ده صلى في المسجد الكعبة، ولمن صلى خارجه المسجد، ولمن صلى في جميع اقطار الدنيا الجهة اللي فيها الايه؟ الكعبة. هناك مسجد يسموه مسجد مكان يعد للايه؟ السجود. دي اسمه مسجدية المكان. في حاجة تانية مسجدية للمكان، يعني هب أنك ذهبت إلى الكعبة ثم وجدت المسجد مزدحما فصليت في الشارع خارج المسجد. خارج المسجد الشارع ده مش من المسجد، ليس من الايه؟ لكن إذا التحمت الصفوف ولم يسعك داخل المسجد واتصلت الصفوف وصليت خارج. أظن اللي حجوا وجدوا إن فيه أوقات في الحج يصلون يمكن في رابع شارع، يقول دي بقى مسجد مكين مش مكان. ما دام الصفوف موصولة كده يبقى أكنك صليت في مين؟ صليت في الايه؟ صليت، بس يشترط ان تكون الصفوف ايه؟ موصولة. الصفوف موصولة. فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم، يعني في اي مكان كنتم فولوا وجوهكم ايه؟
لأن الآية لما نزلت وهم في مسجد بني سلمة اتحولوا. يمكن البعض يجد ان هنا بس، قال لا، في اي حتة بقى. نعم. فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. الذي جعلوه مسار تشكيك وزعزعة للإيمان في أتباع الرسول، هم يعلمون أن الرسول الذي يأتي هو صاحب القبلتين. فإذا ما كانوا يعلمون أنه صاحب القبلتين يبقى ليه يشككوا؟ ده لو ما كانش صنع هذا كانوا يقولوا الله ده اللي عندنا في التوراة أنه هو يصلي إلى قبلتين. إذن فالمسألة التي كان يجب أن تكون تأييدا للتحويل هم جعلوها إيه؟ تشكيك. يبقى إذن دي مسألة مش إرادة حق، لأن لو إرادة حق كانت تبقى فيه إيه؟ فيه وحدة تجمع، إنما ما هيش وحدة هنا تجمع. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، أن الله سبحانه وتعالى قال لهم في التوراة إن الرسول الذي يجيء سيتجه إلى بيت المقدس ثم يتجه إلى الإيه؟ فكان يجب أن يكون هذا التحويل إيه؟ تثبيت إيمان، مش وسيلة زلزلة اليقين. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم ولعلهم فطنوا أن الله قال لهم في التوراة ذلك ثم غفل عما قال في التوراة وجاء بحكم يناقض ما فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله. وما الله بغافل، وما الله بغافل. ويريد أن يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تشكيكهم لا يقدم في أمر الدعوة ولا يؤخر، ويجب أن يأخذ الرسول مواقفهم هذه على أنها مواقف لجاج، ليست مواقف طلاب حجة. لأنها لو كانت مواقف طلاب حجة كانوا وجدوا عندهم الحجة اللي تقنعهم. وما دام الأمر لجاجا، وما دام الأمر عنادا، وما دام الأمر مكابرة، فهل المعاند أو اللاج أو المكابر تستطيع أن تقنعه؟ لا تستطيع أن تقنعه. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. اتباع القبلة فرع الإيمان به، يبقى ما تبعوا قبلتك يعني ما آمنوا بدينك أيضا. ولكن لأن الكلام في اتباع القبلة مش هيأمنوا به، الكلام في اتباع القبلة. يبقى ولو ولئن ساعة ما تسمع ولئن واو كده وبعدين تجيب لام، يبقى دي اسمها ايه؟ توطئة القسم، كأنه أقسم. يقول والله أو وجلالي أو وعزتي لئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ليه؟ لأنهم ليسوا طلاب دليل ولا اقتناع بحكم، وما أنت بتابع قبلتهم. فكأنه لما جاء أمر النسخ في القبلة هيئت الأذهان إلى أن النسخ وارد في شريعته صلى الله عليه وسلم، ولعل أتباعه صلى الله عليه وسلم يخشون مرة أخرى أن يحولهم الله وجهة ثالثة ما دام النسخ وارد، ما دام النسخ. فأراد الله أن يتمنهم إلى أن هذا في أمر القبلة نهاية النسخ، وما أنت بتابع قبلته. ويطمئنه تطمينا آخر، إنك لا تقف في جانب، والمخالفون لك من أهل الكتاب نصارى أو يهود في جانب، إنهم هم نفسهم كل واحد منهم في جانب أمام الآخر، يعني ما فيش حتى التقاء ولو على باطل. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك
وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. الخلاف موجود. الخلاف موجود. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. انظروا إلى خطاب الرب إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حين يخاطب الله رسوله بهذا، مع أنه يعلم أنه ما دام رسول مش ممكن هيتبع أهواءهم. دي درس لمن؟ درس للمؤمنين. فانظروا كيف تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخاطبه الله، يخاطب أمته في شخصه، يخاطب أمته في شخصه عليه الصلاة والسلام. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. أهواءهم إيه؟ ما هم كانوا بيقولوا له هديني، ويمكن النبي يقول لما نهدينهم شوية ولا حاجة يمكن يميلوا، فالله سبحانه وتعالى يقطع أمامهم الإيه؟ السبيل. قال دي كلها أهواء، وما دام نسبها إلى الأهواء يبقى ما فيش اتباع أبدا، وأنك إن اتبعت تكون إيه؟ ظالما. ظالم لإيه؟ ظالم لمين؟ أيوه ظالم لنفسه، والظالم لنفسه داخل في المصطفين أيضا ولا لا؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم إيه؟ ومنهم سابق الخيرات رضي الله عنه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفون إيه؟ يعرفون أمر التحويل، يعرفون أمر الرسول الذي يحاولون أن يشككوا في رسالته. آية تانية بتقول هناك فلما جاءهم ما إيه؟ ما عرفوا كفروا إيه؟ كفروا به. ولذلك كعب الأحبار لما كان قاعد وعمر موجود قال له أكنتم تعرفونه يا كعب؟ قال أعرفه كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. لماذا؟ قال لك لأن ابني أخاف أن تكون امرأتي خانتني فيه. أما هذا فالدقة. فقال لو اسمح لي إذن أن أقبل رأسك، لأنه فهم، لأنه إيه؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يبقى إنصاف في الجدل، إنصاف في الجدل. في يعرفون ويقرون هذا، ولذلك أسلموا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ساعة تقول كتم الشيء فكأن الشيء بطبيعته يحب أن يبرز، ما يقالش كتم. إذن فالحق في ذاته حريص على أن يبرز. الحق في ذاته حريص على أن يبرز، ولذلك اللي عاوز ينكر الحق بيعوز مجهود، يريد إيه؟ مجهودا. ولذلك الذين يحققون في القضايا الدقيقة يحاولون جاهدين أن يمنعوا القوة التي تمكر لتطمس الحق. فماذا يصنعون؟ لا ينيمون من يستنطقونه، وإذا ما أراد النوم أن يغلبه يأتون بالماء عشان يفضل إيه؟ علشان تنهار كل قواه. فإذا ما انهارت كل قواه ولم يجد من النوم ما يعادل به كيماويته، لأن النوم ده بيعمل إيه؟ النوم بيعمل في فضلات عادم بيخرج من الإنسان. العادم اللي بيخرج من الإنسان ده كالبولي كالغائط كالعرق كالمخاط كأي حاجة، دي كالصماخ الأذن، أي دي اسمه إيه؟ عادم ناشئ عن إيه؟ عن الاحتراق، زي عادم السيارة تمام. لكن فيه أشياء هي برضو تبقى عادم إنما ما تبرزش، تظل موجودة إلى أن يجيء النوم فيحصل فيها تعادل بطبيعتها وتفضل.
ان ما جاش النوم ملهاش وسائل ايه، يبقى النوم جاي ليه؟ علشان يعمل شويه تعادل في اشياء لا يريد الجسم، يريد الحق سبحانه وتعالى من الجسم لانه عايزها، بس اذا نام هي تتعادل بطبيعتها وتقوم مرتاح 24 قراط. الله الله. فاذا ما حدث ولم تنم يبقى فيه عوادم ما حصلش فيها تعادل الكيماوي اياه. يحصل التعب. ساعة ما يحصل التعب يبقى قوة الجسم ليس فيها إلا ما يحفظ رمق الحياة. فإذا ما أردت أن تخرج أي جهاز من الأجهزة إلى عمل حركي ما يقدرش، يدوب اللي موجود عنده على قد استبقاء الحياة فقط. ساعة ما يوجد على قد استبقاء الحياة فقط الحق هو اللي ما يعوزش مجهود. الحق لا يعوز مجهود، الباطل هو اللي عايز مجهود، لانه كان عايز عايز يكنس واقع ويلفق يقول ايه، ولما يجي يلفق يقول ما يتعارضش لانه ما دام كذب هيبقى يتعارض. الله، يبقى اللي يعوز قوه ايه؟ الكذب. انما الحق لا، يقوم يجد في الوقت بقى اللي هو عايز ينام وما يخلوهش ينام ويكبوا عليه ميه ويقعدوا ينخسوه ومش عارف ايه ويستنطقوه. يقوم لما يستنطقوه اياك هو يقدر يقول الحق، ما عندوش قوه ماكره ولا اي حاجه، ما عندوش. ولذلك كل اعترافات بتأتي في هذا الايه؟ في هذا الوقت، في هذا الايه؟ يبقى كلمه يكتمون الحق يعني ايه؟ يبقى عنده محاولة على انه ايه. شوف بقى لما يكون عندك شيء على القدر ولا بيغلي ولا عايز تكتم الايه، تكتم البخار والغطا. يبقى اذا يكتمون الحق، فكأن الحق بطبيعته يحب ان يطفو، يحب وهو يعمل ايه، بيدي ايه. ولذلك شوف بقى يقول لك ايه، استسهل كذاب وكلمه. يعني ايه؟ خلي عقله المكر اللي بينكر ده ويلف الحقيقه وخلي يقوم ينطق. والى لقاء